يلا بينا بقى نشوف الجمال والطعامة دي، عايزين نشوفه. والله يا ابداعاتك يا زوزة، شايفين؟ والله ابدعتي بصراحة. ما شاء الله، حاجة كده جميلة. مفيش ولا واحدة بجد طالعة بقى مبلطة ولا اي حاجة، كلها قبة كده زي ما انتوا شايفين، جميل جدا. عملنا بقى الكماج الفلاحي، ده الكماج الفلاحي او الفطير كده او القرص الطرية، يعني زي ما انتوا بتقولوا عليها، بس دي مش قرص، يعني احنا ما بنقولش عليها قرص دي، لان دي ما بيبقاش ايه، زيتها وسمنتها كتير كده زي القرص يعني. لكن ده كماج فلاحي بقى، بتاكل بالجبنه كده والمش ويا سلام بقى، يا سيدي يا سيدي، مع كوبايه شاي بقى، عايزه اقول لكم جميل جدا. انا بقى طبعا مش كان في اعتقادي خالص ان انا اعمل اصلا يعني، بس انا كنت قاعده بصراحه يعني، رحت اجيب عيش وكده، جيت ايه، ما لحقتش العيش، وجيت بقى ما عنديش ولا لقمه، فطرناش بقى ولا اي حاجه وعشا وكده. فقلت طب ايه، احترت اعمل ايه. فلقيت عندي بقى الكيس ونص دول، دي رحت جايباهم بقى، العميد كان عندي في قلب البيت، يا ليتانا، شايفين؟ يا هلا وغلا يا ربي. جبنا بقى ايه الدقيق ده دي العميد بقى، بس دي كان حلو قوي، متعدد الاغراض كده وكان حلو. هنا بقى جبت الطبق بتاعي المتين كده، هنسمي الله بقى ونصلي على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه بقى ايه، ما تنسوهاش طبعا تحطوا اللايك، اللي وصل لحد هنا كده يحط اللايك عشان ما ينساش بقى، ولو اول مره يشوف القناه يشترك في القناه. هنجيب بقى قد ايه كده، جبنا الطبق المتين كده، وجبنا المنخل اليتيم الصغير ده، شايفين اهو. وهننخل الكيلو ونص دقيق بتوعنا. لازم دي يبقى منخول كويس قوي علشان يطلع معاك العجينه كويسه وناجحه، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه. اول حاجه نزلت بيها نص كيلو دقيق، اللي هو الكيس النص ده، نزلت بيه الاول نخلته، وبعدين هنزل بقى بالكيلو انخله كمان. شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكاميرا جت بقى غلطة كده ايه. هنا بقى اللبن كنت حطيته بقى يغلي على البوتاجاز كده، وهسيبه لما يهدى شوية، يعني ايه، مش هعجنه وهو سخن قوي، يعني انا عايزاه دافي، بس عايزاه دافي كده عشان العجينة تبقى دافية، لان احنا في الشتاء لازم تعجني بدافية، مية دافية، لبن دافي، المهم تبقى دافية كده عشان تدفي معاك العجينة وتخمر بسرعة. نزلت هنا بظرف من الخميرة، ونزلت بظرف من البيكنج باودر. هقلب بقى المكونات دي ببعضها كده، وهنزل عليها كمان بشويه معلقه من الملح ومعلقه من السكر. قلبت بقى المكونات الجافه كده في بعضها، هنزل جاي بقى معايا هنا الزيت، انا بحط بالبركه كده يعني، مش بعاير بصلاح. بصلاحه ايه، بصلاحه مين يا جماعه، ده انا قلبت على رحيم ابني خال، من كتر ما بقعد اخيل على رحيم قلبتيله بقول بصلاحه، اتلخبطت يعني، زلت لسان بقى بصراحه يعني. ايه بقى، جبت بقى ايه، قيمه كوبايه زيت كده، بس ايه انا ما عيرتهاش يعني، حطيتها كده بالبركه كده. طبعا انا اصلا يعني رهيبه رهيبه في المعجنات، يعني مش عايزه اقول لكم. حطيت معلقه من الخل ومعلقتين من السمنه، معلقتين بس من السمنه كده، يدولها طعم كده ويدولها ايه، برضو في العجينه كده، تخلوا العجينه حلوه يعني، السمنه في العجينه حلوه قوي. هقلبها بقى او هبسسها كده لحد ما الدقيق كله يتشرب بالسمنه والزيت كده، وكل المكونات تدخل في بعضها تمام. شايفين دي بقى ايه، كله متشرب بالزيت والسمنه كده هونت. هجيب بقى اللبن معايا الدافي كده، وايه بقى، وهعجن بقى، عايزه اقول لكم ما ادراك ما اقول هعجن بقى يعني. بصوا انا في العجين ما عنديش يا مرحمين، شايفين؟ والله العظيم يعني، من كل 10 سنين مره لما بعجن يعني المعجنات دي بالذات، لان انا اصلا دراعي كده بحس ان ايدي ايه، كفه ايدي كده فكه، مش بعرف اصلا اعجن يعني. يعني انا عم عجنت الكيلو ونص دي دول، عايزه اقول لكم يعني انا بديكم طاقه ايجابيه يعني، بس يعني هي لا مفر من الحقيقه يعني. بس هما والله الكيلو ونص دي يعني ايه، عجينهم خفيف كده. جبت بقى اللبن كده دافي طبعا معايا، ونزلت بقى بايه كده
مش هتنزلي بقى بكتير علشان ايه الدقيق ما على حسب ما هو عايز بقى، لو عايز منك هتديله تاني. انا ايه بنزل بكوبايه وكوبايه كده. تفضلي بقى تعجني بقى. انا كنت نزلتها على الارض بقى كده ونزلت بقى وعجنت، وايه بقى اشهد ان لا اله الا الله، وقعدت اشهد بقى عليه كده. وزيد في نقانك كما زدت في فدانك، ان بصلي ودعالك تكفي بيوتك وايه تكفي ايه بيتك واهل ضيوفك واهل بيتك. ده كنت بسمع امي يعني تقعد تقول كده على العجين وهي ايه بتعجن. طبعا انا يعني ايه بغبغان بيرد. بجد الناس الكبيره كانت بتقعد تقول كده على العجين، يعني بتقعد تشهد على العجين كده وهم بيعجنوا. هنا بقى العجين بقى جبته وغطيته بوش مخدة قطيفة كده، وجبت بقى حطيته تحت البطانية بتاعتنا، وايه دفيته بقى بالبطانية ده تدفية حلوة قوي علشان ايه يخمر بسرعة معاكي لان الدنيا برد. هجيب بقى هو خمران وجميل اهو. هغطي برضو عليه قدامي عشان ما يسقعش مني. هعمل بقى كده هلفلف بقى الكور بتاعتي كده زي البيضة بالظبط، يعني على قد البيضة كده، بحجم البيضة كده، عشان ايه الفطيرة ما تبقاش كبيرة مفرشحة معاكي بقى وتبقى ايه مش حلوة يعني. هعمل بقى كل العجينة كور كده، كور صغيرة بقى زي ما قلنا كده بحجم البيضة بس كده او الليمونة الكبيرة يعني، علشان يبقى معاكي لا تخين ولا رقيق. جيت بقى هنا ايه كنت غاسلة المفرش ده بقى، غسلته ونشفته كده وعلى الترابيزة بقى كده، وقعدت ايه هبططهم بقى وانا قاعدة كده ايه مستقرنسة كده مع كوباية الشاي. هفردها بقى. بجد العجينة دي حلوة يعني بتريحك بقى من التبطيط وكده. هي ما شاء الله العجينة ماشية وجميلة اصلا، بس دي بتسرع معاكي كده. انا عايزة بقى السمك بتاعه حلو كده يعني ايه لا تخين ولا رقيق كده. هفردها كمان شوية برضو عشان هي لسه هتخمر وترفع معايا، فبتزيد حجمها شوية بتضاعف حجمها شوية، فانا مش عايزاها تبقى تخينة يعني. هخبز بقى كل الكمية كده معايا، ومعايا صينية بقى تفرشي ايه عليها بقى عرض كده من القماش، حتة يعني من القماش كده نضيفة بقى، وتفرشي تحط ترصي عليها بقى كده ايه جنب بعضه، وتفردي رق تاني من القماش وتحط ايه عليه كده يعني. بين كل ايه يعني بين كل دور ودور كده تحطي حاجة قماش كده. طبعا القماش بتاعك يبقى نضيف ومغسول كده علشان ايه تبقى حاجتك نظيفة يعني. طبعا بقى طول ما انت بتخبزي كده ايه اكسبي صواب بقى خدي حسنات وانت قاعده كده واذكري الله كتير بقى. طبعا انا اول مره يعني اول دور هنا على الصينيه ما كانش عندي بقى قماش ولا حاجه، فجبت ايه اول دور رشيت عليه رشه من الدقيق ورشه خفيفه بس كده، وحطيت عليه الفطير، وحطيت بعد كده قماشه ورجعت رصيت بقى ايه كده يعني. هنا بقى كان خلاص شايفين في الفرن بقى، اول ما دخلت الفرن كده هديت النار من تحت وعليت من فوق شويه. شايفين كله قابب ما شاء الله. ده كان اول دور يطلع من الفرن اهو. هعمله بقى كله واوريهولكوا كده تاني، هنشوفه مع بعض بعد ما يطلع كله من الفرن. هنا بقى كان خلاص خلصت الكيلو ونص. عملوا معايا الطبق حلو ده يعني، يعني حلو كده الطبق ده حلو كده معقول يعني. يعني الكيلو ونص دول عملوا معاكي حوالي مش عارفه هي الكميه قد ايه يعني، بس هي الكميه دي اللي موجوده قدامكم دي هي اللي ايه اللي طلعوه الكيلو ونص دقيق. بس عايزه اقول لكم جميل جدا. هنفتح مع بعض واحده دلوقتي وهنشوفها. عايزه اقول لكم بصراحه لا انا ابدعت بقى. شجعوني بقى باللايك. لا لا بصوا الفيديو ده يستاهل. انا تعبانه بصوا وشقيانه في الفيديو ده من صباح ربنا يعني، قايمه من الفجر عشان اعجن الايه آه، قايمه من الفجريه والديك بيدن كوكو كوكو يعني كده يعني. شايفين فتحت واحده معاكم جميله ازاي، لا مش تخينه بقى ولا رقيقه ولا اي حاجه، مظبوطه كده. سمكها جميل جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.